من أصدر قولا أو من تحدث بقول بتطليق الرجل لزوجاته الإخوانية هو رأي شخصي وليس فتوى شرعية، وإنه في قدر من المزايدة. احنا معانا على التليفون الشيخ مظهر شاهين، برحب بحضرتك معانا يا فندم. ألو يا أستاذ شريف، تحياتي. تحياتي يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني كل الإشارات أو يعني آراء كثيرة اعتبرت أن هذه الفتوى الصادرة النهاردة بترد على حضرتك تحديدا. اولا احترامي لدار الافتاء المصريه، لكن دار الافتاء المصريه ردت على كلام انا الحقيقه ما قلتوش، وكان يجب على دار الافتاء المصريه ان تتريث او ان تسالني هل انا قلت بوجوب طلاق الاخوانيه ولا ما قلتش. طب حضرتك قلت ايه بالظبط؟ الخلاف هنا في مساله هو طلاق الاخوانيه واجب ولا طلاق الارهابيه جائز، وفرق كبير جدا بين الاثنين. اوضح 3 نقط سريعا كده. اتفضل. الخلاف السياسي اولا ليس مبررا للطلاق مطلقا. الاخوانيه التي تلتزم بالاداب والسنه واصول العشره واصول الوطنيه زيها زي اي حد وزي اي امراه اخرى، ولا يجوز تطليقها لمجرد ان هي اخوانيه فقط. انما انا قلت ايه يا استاذ شريف؟ ايوه انا قلت المراه التي تعمل اعمالا ارهابيه، يعني تشارك في حرق المنشآت، تتسبب في إراقة الدماء، تحرض على الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة، تدوس على علم مصر بقدميها أمام أبنائها، ترقص وتزغرد حينما تشاهد مشهد الطائرة التي سقطت أو مقتل اللواء محمد سعيد أو غيرهم من الجنود والضباط. هذه المرأة يجوز للزوج أن يطلقها